كنت كاتبالي في الستوري ساره هي اللي علمتني التناحه في السعي، في السعي. حقيقة بجد كان وانت دي حقيقه، انت تنحى في السعي، ودي حاجه بحبها، يعني شغفك ما بيقلش، ما بزهقش. في ناس بتبقى اب داون وهي طول ما السنين بتخليها داون، انت اب. انت ايه رايك في الميك اب المره دي؟ احلى مره عملتي لي فيها ميك اب. انا شفتي عارفاكي من كام سنه؟ عارفاكي 6 سنين تقريبا. 6 سنين. كل مره بيبقى في حاجه مختلفه، المره دي ولا غلطه. يعني كل مره مثلا بتشتغلي حاجه معينه، احس الفرق في حاجتين. المره دي ما شاء الله كله مفيش ولا غلطه. والله انا بقول لك رايي ده، انا شهادتي مجروحه يمكن عشان احنا صحاب، فاهمه؟ بس انا بكلمك بجد بصدق. يعني انت عارفه انا ما بجاملش، بس اقسم بالله على مدار ال6 سنين ده انا بشوف حد بيمشي لقدام ما بيرجعش خطوه لورا. قلبي يا مي والله العظيم انت تستاهلي كل خير يابا. انا حضرتك بالشنطه. ايوه فاكره الشنطه اللي كنتي بتجريها؟ جيتي لي في بتسعي البيت. تضحك رخمه في السعي، اللي هو كل ما افقد الشغف هكلمك يا ساره، هجدد السعي ازاي؟ ايه الاخبار؟ لا وزي ما انا اسمعها ساره شتا يعني ملهاش ملك، بتدخل نفسها في اي حاجه وتنجح فيها. موديل ماشي، ميك اب ارتست ما يقولش لا، فاهماني؟ فانت اي حته كده بتبقي ثابته حضورك فيها.